كحلوش وقلبه بيض أنعم يا مدام. حلوة زمان شكون اللي ما كانش يبغيها وشكون اللي ما كانش يخبي شحال من حبة بلا ما يقولوا. وصفة رائعة وحلوة رائعة تاع زمان، اقتصادية وتجي ولا أروع، راح تنسيك في كل حلويات البريستيج. شوفوا الطراوة روعة، الحشو ما نحكي لكمش من أروع ما يكون، والكلاصاج روعة. تعمدت أني ندير الحشو أكثر من العجينة باش يجي على شكل ولا ذوق الفيريروشي. جاوني روعة، عجبوا العائلة كثير، نتمنى يعجبوكم وتجربوهم. بسم الله وعلى بركة الله نبداو هالوصفة الرائعة. حبيبتي بلا ما ننساو دائما الصلاة والسلام على رسول الله خير خلق الله. عندنا 125 غرام نتاع زبدة، أنا حبيت ندير لكم كمية قليلة وانتي تقدري تزودي. درت لها ملعقتين سكر رطب وملعقة نتاع مايزينا، ملعقتين زيت زيت نباتي، تقدري ديري ملعقة سكر وملعقة مايزينا. أنا درت ملعقتين سكر جلاسي وملعقة مايزينا. صفار بيضة والبياض خبيته لأني راح نحتاجه في الحشو. خلط هالمكونات شوية بالملعقة، من بعد نحكمهم بالباتر ونضربهم مليح حتى نتحصلوا على خليط كريمي. نضيفوا له ملعقتين كبار نتاع كاكاو، يكون الكاكاو من النوعية الجيدة باش يجيك هذه الحلوى نتاعك تجيك مليحة وبنينة وفيها ذوق بنين، لأنه نعرف بلي لما ديري أي كاكاو نوعية عيانة مش راح يجيك البنة نفسها اللي كيما هذه البنة. أنا ديما نختار أمين، نوعية رائعة ذوقه كيما الشوكولا ويجيني يعني بنين. هنا حبيبتي بعد لي خلطت المكونات مع بعض راح نضيفو على راس الملعقة نتاع خميرة الحلويات. احنا ما نحتاجوهاش تخمر بزاف باش ما يتشققش معانا وكذلك باش ما يخسرش الشكل. مباشرة نبداو نضيفو في الفارينة. انا ما نقدرش نعطيكم مقدار الفارينة لانه ديما نقولكم كاين فارينة اللي تشرب وكاين فارينة اللي ما تشربش، وكذلك حجم صفار البيضة، كذلك قوام الزبدة مانيش عارفة كيفاش راح يكون. المهم حبيبتي تلميها بالفرينة حتى تحصلي على عجينة، دائما نقولكم كيما الصابلي خلوها ترتاح. شوفوا هنا ديما باش تشوفي العجينة نتاعك إذا مليحة ولا لا، آه اختبريها باليد اللي تكون نقية. بعد نخلوها ترتاح ونروحو مباشرة للحشو اللي هو عبارة على كاس ونصف نتاع نواة كوكو يكون نوعية جيدة، ونصف كاس نتاع سكر رطب. نواة كوكو لازم تختاريه يكون رطب يعني مرحي، وإلا ما كانش مرحي عاودي رحيه شوية في الأشوار. راح نضيفوله 4 ملاعق نتاع زبدة. أنا في الأول ضفت 3 ملاعق، من بعد لقيتهم ما تحكموش معايا ولا ما تبستش معايا، ضفت لها الكمية ولا الملعقة الثالثة الرابعة عفوا. هنا الملاعق راهي ذايبة الزبدة، يعني تقريبا ملعقة كي تكون ماهيش ذايبة ديريها فوق النار راح تخرج لك 4 ملاعق ذايبين، يعني ماشي هذيك 4 ملاعق راح ديريهم لي ماشي ذايبة، يعني نقول لك ذايبة. هنا كان متواجد معايا بنة نواة كوكو، انتي إلا كانت كاينة ديريها، ما كانتش كاينة ما ديريهاش. حبيبتي أنا هنا نعطي لك واش درت. أنا هنا كملت بياض البيضة كاملة، وللأمانة ضفت بياض واحد أخرى، فهمتوني؟ يعني أنا راني درت 2 بياض في هذا الحشو، يعني باش يتلم لك مليح وما ينشبش معاك في الحشو ويجيك رائع. هنا لمت معايا الحشو هذا غير بالعقل، واللي بغات الحشو نتاعها يجي معسل شوية زيادة تضيف له ملعقة عسيلة. أنا للأمانة ما حبيتوش، يعني كنت كفيت بنصف كاس نتاع السكر. هنا خلاص تلمت معايا، وانتي حاولي ما تلمش معاك، حاولي بالذكاء نتاعك تلميها بالسيف، يعني احنا ماشي رانا نحتاجوها بولة. هنا حبيبتي رحت مباشرة بعد اللي ارتاحت، لكن للأمانة نقولكم أنه العجينة تاعي نشفت شوية زيادة لأنه الكاكاو ينشف، يعني انتي قلي شوية الفرينة. يعني أنا ديما نعطيكم الأخطاء اللي نطيح فيها لكن والله جات روعة، يعني ما لقيتو ضفت لها الفرينة شوية زيادة لكن بلتني شوية في التشكيل. انتي حبيبتي خليها شوية شوية يعني طرية مع اللي الكاكاو ينشف
راح تنشف. هنا نكوروا يعني نحلّوا الحبّة، نديروا لها هذاك الخليط نتاع نواه كوكو نغلفوها ونتحصلوا على هذا الشكل. أنايا هنا تعمدت خليت لكم واحد الشكل، خليت لكم واحد الحبّة شغل تفتحت لي، يعني تفتحت لي شوية. ديما نقول لكم أنا الصدق والمصداقية مع أم أيوب والّا مع نوال كيتشن. شوفوا أنا كيفاش درت الحبّة عادي، لكن لمّا كنت نواسي فيها شغل تشقّت لي. عاودت بوليتها وعاودت عمّرتها، والله جاني ولا أروع. تعرفوا دراري يبغوا يموتوا على كحلاش وقلبه أبيض، نقول لهم أنايا بيضا وكحل وقلبي كحل. الله المستعان. الحمد لله قلوبنا بيوضة وإن شاء الله ربي يخلينا ديما قلوبنا بيوضة ونحبوا الناس ونحبوا الخير للناس، وجامي لا كرهنا الناس ولا تمنينا لهم الشر رغم يتمناو لنا الشر، لكن نقول لهم الله يهديكم وإن شاء الله احنا ديما واقفين وديما إن شاء الله قلوبنا زينة. أنا حبيبتي ما ننساش نشكر جميع المشتركين اللي راهم يدخلوا عندي، نقول لهم مرحبا وألف مرحبا، شرفتوا ونورتوا الأحباب. نفرح كثير لما نلقى تطبيقاتكم، خاصة حبيبتي اللي راهي تبعث لي في الماسنجر دائما تطبيقاتها وصفات دارتهم وجربتهم تقريبا كاملين، نقولها شكرا وألف شكر حبيبتي. فرحتيني، خاصة لما نلقى هكا بنيات صغار ويتعلموا ويفرحوا لما يديروا حاجة سواء لوليداتهم ولا لدار الشيخ ولا للزوج. نفرح حبيبتي. نتمنى فقط اللي مش مشتركة تشترك تفعل زر الجرس ليصلها كل ما هو جديد. نرجعوا للوصفة حبيبتي، بعد اللي تكمليهم تدخليهم للفرن على 180 درجة، تخليهم تقريبا 10 دقائق. نعرفوا باللي هذه نتاع الكاكاو ما طيبش بزاف غير تنشف كيما راكم تشوفوا معايا. هنا تشقت معايا شوية برك وكنت يعني درتها نشفت خرجتها، رحت مباشرة في بان ماغي درت شوكولا هبطة يعني هي العلبة فيها 250 وانا درت النصف نتاعها، يعني نصف 250 تقريبا 125 يعني 125 تاع زبدة، يعني غلفت لي كامل هادو الحبات. وزدت درت شوية في بوش أدوي ودرت بها خطوط. هنا درتها في باماغي خليتها حتى ذابت، من بعد حكمت هذوك الحبات درتهم في الشوكولا، درت لهم شوكولا. بعد اللي نشفت الشوكولا الأولى درت خطوط خفيفة فقط من الفوق، وكاين اللي زينتهم بنوة كوكو كي أنا درت الحشو بنوة كوكو. كانت هذه هي النتيجة نتاع كحلوش وقلب أبيض اللي جا أكثر من رائع. نقول لك حبيبتي ديري في هذا العيد، فرحي وليداتك، ديريه في المناسبات اللي راهي جاية إن شاء الله غير الفرح والفرح بإذن الله. شوفوا هنا الموس كيفاش دخل يجري جا روعة. شوفوا الحشو حبيت قلت لكم تعمدت أني درتو يعني الحشو درتو تقريبا 15 والعجينة درتها 20. نقول لكم تهلاو في رواحتكم وسلام.